اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، صباحكم معطر بذكر الله. أحلى وأجمل متابعين من داخل مصر وخارج مصر، بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل الفول المدشش بطريقة حلوة. طريقة ايه؟ عاملينها كتير، طريقة البصارة ديت حلوة قوي، مش مكلفة، أكلة ب10 جنيه. يعني هتجيب ب10 جنيه فول مدشش او مفصص او مدشوش، زي ما تسميه سميه، اللي هو بتاع الطعمية. في ناس كتيرة بتسألني وبتقولي الفول المدشوش او المدشش ده شكله ايه يا جماعة؟ هو شكله ايه؟ هو فول ومنحاش القشرة من عليه، وبنقول عليه يا مفصص يا مدشش يا مدشوش. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ رشا، بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. واي استفسار لأي حد مش عارف اي حاجة في الاكل يتواصل معايا، يا واتس يا فيس، يا يقول سؤاله في تحت الفيديو، وانا هجاوب عليه على طول. تمام؟ هنجيبه وننقيه ونغسله وننسفه او نطلع اي حاجة منه زي ما انتم شفتم على صينية كده، وهننضفه كتير عشان اي حاجة نعمل فيه نطردها. وهنسيبه من بالليل او قبلها بساعة او قبلها بنص ساعة. المهم ان احنا نغطيه كده وهنسيبه. انا شخصيا كنت ناوية اعمله، بس حطيته في التلاجة لان لقيت جوزي جاب لي سمك فسبته وعملت السمك، فده مش هيحصل له حاجة، فهيزداد حلاوة لما بيغيب من بالليل. انا كنت عاملاه قبلها بيوم فحطيته في التلاجة، برضو الجو ساقعة، بس عادي لو انت حطيتيه بره مش هيجراله اي حاجة. خصوصا اصلا بتوع المطاعم لما يحبوا يعملوا بصارة او يعملوا طعمية فبيبشننوه قبلها بيوم علشان ما يغيبش معاهم في الطياب. تمام؟ هتلاقيه كبر، الحباية كبرت معاكي وبشننت خالص او شربت المية خالص. وهنغسله مرة واتنين وتلاتة واربعة زي ما غسلناها اول مرة، هنغسله تاني مرة واتنين وتلاتة واربعة لانه بقاله دلوقتي حوالي 12 ساعة في المية. فهنحطه تحت الحنفية ونقعد نغسل فيه لحد ما يبقى ابيض زي الشمعة المنورة زي ما انتم شايفين، مية بيضة اصلا. بصوا يتاكل كده من غير ما يستوي. عملت له بصلايه كبيره وكم فص، 6 7 8 9 فصوص توم، وهقطعهم بالطريقه دي. قطعها عشوائيه، يعني ناعمه ماشي، اقسمها نصين وحطيها ماشي، قطعها كده. بس انا طبعا علشان ما تغيبش معايا على البوتاجاز والانبوبه تخلص، فطبعا احنا هنقطع البصلايه زي ما انت شايفه رفيعة، شرايح او جوانح رفيعة. وهجيب ال9 فصوص من الثوم وهنقطعهم بالطريقة دي برضو عشان ما يغيبوش معانا في السوا. كل الاكلة دي ما خدتش اساسا ربع ساعة على البوتاجاز، كنا مخلصينها. وعايزه اقول لكم الحمد لله على كل شيء، ودايما تمشي مع الدنيا معاكي حلوه. هاتي على قد الدنيا اللي معاكي، على قد الفلوس اللي معاكي، على قد المصاري اللي معاكي. الدنيا واقفه شويه ماشي برضو على قد ما رب البيت او رب الاسره يديك المصروف. مش لازم يعني الحاجات الغاليه قوي في اليوم اللي مش مفهوش، مش لازم كده يعني. ما انتي ماشي تدابير، دبري بيتك ودبري حياتك، ومش لازم تضحك عليك الناس. قولي الحمد لله على كل شيء، ربنا هيزيدك من حمده. قولي الحمد لله على السراء والضراء، ربنا هيرفع عننا البلاء. قولي الحمد لله على نعمه الاسلام، ربنا هيبارك لنا في اسلامنا ويهدي ولادنا. قولي الحمد لله على الولاد، ربنا هيبارك لنا في ولادنا وجعلهم احسن ناس. الحمد لله على كل شيء، ودايما نحمد ربنا ودايما نقول الحمد لله على كل حاجة. طبعا بعد احنا كنا الصبح حوالي الساعة 9، وبعد ما احنا يعني فطرنا وكده، ولادي طبعا راحوا الامتحانات وسابوني لوحدي وكان يوم اجازتي. فقلت بقى ان انا اكافئ نفسي واقعد كده شوية مع نفسي، دماغي رايقة، هعمل لي كوباية القهوة. وطبعا على ما الفول او البصارة تستوي معايا بالطريقة ديت، يعني تستوي خالص. انتوا شايفين ان انا حطيت عليها ملح، حطيت عليها شوية كمون او 7 بهارات، وحطيت عليهم البصل والثوم. انتوا شايفين ان انا حطيت اكتر من كده. البصل عندنا موجود والثوم موجود بقاله سنة، والملح عندنا موجود، والبهارات برضو موجودة على طول. يعني الاكلة دي يا جماعة ب10 جنيه، مش مكلفة اي حاجة.
هنضيف عليها حاجة واحدة بس ممكن تكلفك 2 جنيه 3 جنيه دي الحجازية اللي احنا عملناها. وطبعا احنا سيبنا بقى ايه البصارة مع نفسها كده تاخد وتدي بشكل ودي، يبقى طبق ايه موجود، اي حد عايز ياكل هيجيب له طبق وهياكل وخلاص، موضوع خلص يا جماعة. ما تعقدوش الامور، المطبخ ده فن، ان تعملي الحاجة وتكون موجودة. طبعا الحجازية دي خطيرة 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 بمعنى الخطيرة، يعني جميلة جميلة جميلة، يعني سكر سكر سكر. تعملي كوباية القهوة، تعملي كوباية الشاي، تعملي كوباية الحليب، وهتاخدي قطعتين 3، اقسم بالله طعمها فظيع مع القهوة. لازم تجربوها يا جماعة، لازم لازم تدخلي على الفيديو في القناة وهتلاقي المنظر اساسا اللي انت شايفاه. هروح بقى اشرب القهوة وهاكل الحجازية بتاعتنا وهرجع لكم. طبعا كانت استوت، طفيت عليها لمدة 5 دقايق كده، وقلت بقى على ما اكمل بقية القهوة بتاعي، ما خدتش اصلا 10 دقايق هي طبعا طفيت عليها. فتعالي بقى نشوف المرحلة الاخيرة بتاعتها ايه، البصارة اللي مدوخة الدنيا. بصراحة تبقى غلطانة جدا لو انت معودتيش ولادك عليه. انا بعملها، اللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش ما ياكلش. انا شخصيا طالما جوزي بياكل يبقى دي حاجة عندي بالدنيا بحال. طبعا حماتي ربنا يبارك لي فيها ما بتطلبهاش من حد من سلايفي خالص، ولا من اي حد غيري انا، بتحب تاكلها من ايدي. كل واحد بيعملها بطريقة، بس هي بتحب الطريقة بتاعتي جدا. لو كلتها 10 مرات ب10 طرق ما بتحبش الا الطريقة. اقسم بالله ما يعني اجامل في الكلام، هو ده الحقيقة وهو ده الصح، يعني الكلام صح يعني. فتعالي بقى نشوف. عندنا هنا بصلاية كبيرة، بصلاية ايه كبيرة، هنقشرها وننضفها ونغسلها ونجيب القطعة بتاعتنا ونمسكها بقى نعملها ناعم زي ما انت شايفة معايا هنا. مش ناعم قوي مبشور، لا ناعم حلوة، يعني حلوة وجميلة كده وعسل. وهنجيب ايه، وهنجيب الطاسة وهنحط عليها. انا طبعا ما حطيتش لسه زيت، انا بصفي المية بتاعتها الاول بتاع البصلايه عشان ما تحرقش في عينيا. احط شوية زيت عليها، وعشان تكرمل معايا بسرعة وتديني اللون الجميل هنحط معلقة ملح. تنسيش ان احنا مظبطين الملح على الفول المدشش. ها، الفول المدشش يا جماعة اللي ما كانش حد عارفه وسألوني عليه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الفول المدشش على ما البصلاية تحمر معايا. ودي خطوة اساسية، علشان كده حماتي بتحبها من ايد. محدش يقول لحد، محدش يجيب سيرة لحد يا جماعة ان حماتي ما بتحبوش الا من ايد، هي هتسمع اصلا الفيديو. الهند بلندر بقى اللي بصي تمنه حلال، بجد تمنه حلال. تعالي بقى، سخن شغال، بارد شغال، كيكة شغال، بصي كل حاجة ما بيقولش لا. عصير شغال، طماطم شغال، كل حاجة شغال. تبقى خسرانة بصراحة اللي ما تجيبش الهاند بلندر. انا اول حاجة جبتها في جهاز بنتي الهاند بلندر، لان هو تحفة. الحاجة اللي انا جربتها ولقيتها مريحاني فلازم اجيبها لبنتي في جهازها علشان تريحها هي كمان. وطبعا انا ده لوحده انا جبته لها ايه كامل، يعني بالكبة بتاعته، بالدرق بتاعه، بالمفرمة، بالعجان، بصي بكله كله ما شاء الله. على طول الهند بلندر ما تسيبوهوش دقيقة عفش، لازم تسيبي اللي في ايدك وتشطفيه. لو المية قطع عندك تغسليه من اي مية، ما تسيبوهوش عفش زي كبة مثلا زي اي حاجة. عندي هنا شوربة حطها الاستعانة لما بحتاج حاجة اطعمها كده في التلاجة، على طول اخدت منها حوالي كده كوبايه ونص على الفول ايه المدشش اللي احنا هنعمله بصاره. الناس اللي ما تعرفش البصاره يا جماعه، هي دي البصاره الاصليه اللي هي البلدي على اصوله، اللي ماما الله يرحمها كانت بتعمله. في بصارة بالبقدونس، في بصارة بالخضرة، في بصارة بالشبت، في بصارة بالملوخية الناشفة، في بصارة بالملوخية الخضرة. احلى بصارة ممكن تاكليها وتستطعميها وتحبيها موت هي البصارة اللي انا بعملها دي، اللي بالملوخية الناشفة، اللي حماتي حبيبة قلبي بتحبها. ربنا يبارك لي فيها، ودعوة حلوة لحماتي عشان هي تعبانة، ربنا يشفيها ويبارك لي فيها ويخليها لي. بصي هي بتقول لي انا مش عايزة لحمة، مش عايزة بط، مش عايزة فراخ، انا عايزة بصارة. هي ساعة ما تطلبها مني اقسم بالله العظيم اول ما بنزل السوق او انزل اروح في مكان لازم اشتري الفول علشان خاطرها واعملها لها. ربنا يبارك لي فيها ويطول عمرها يا رب، وما اشوفش فيها حاجة وحشة ابدا، ويكرمها كده واشوفها هي حاجة، اشوفها تاني في الحج ويكرمني ويقدرني واخدها معايا ان شاء الله نعمل حجة او عمرة باذن الله باذن الله باذن الله.
يا هناها يسعدها اللي حماتها تحبها. يا صلاة النبي. عندي هنا ايه؟ عندي هنا ملوخية. الملوخية دي كان فاضل شويه في البرطمان، انا بحب احطهم في البراطمان كده الكبيره دي، فالبرطمان التاني قلت اخلصه، فقلت احطهم شويه ورجعت جبت البرطمان التاني بقى عشان نخلصه، ما احنا مش هنسيبه على ما الصيف يجي هنعمل تاني. وحطيت شويه ايه ملوخيه، حسيتها كده ان هي شويه هتزودي برضو اهي، زودت اهي، سمعت كلامي وزودت. شايفين؟ قولوا شايفين. زودناها 3 مرات على ما لقينا اللون المطلوب. ايوه ما هي شايفين؟ جميلة، عسل، طعمها عسل. الريحة بس يا جماعة والله تشبع، اقسم بالله طعمها جميل، بحبها قوي قوي قوي. آه اللي فعلا بيفهم في الاكل هو اللي بيحب الاكلات الشعبيه، الاكلات الحرشه، الاكلات اللي بالعيش، مش كله رز ومكرونه يا جماعه ورست وحاجات بقى، لا، وزيوت والدنيا. انا عايزه ابعد عن الزيوت النهارده، مش عايزه حاجه مقليه، انا عايزه حاجه ني، عايزه حاجه، مش عايزه حاجه مكلفه، انا عايزه حاجه تكون موجوده وب10 جنيه. بجد الاكله دي ب10 جنيه، هات شويه ب10 جنيه فول مدشش او مدشوش او مفصص او من غير قشره. ها، واخدين بالكم انتم؟ والله يا جماعه معلش المتابعين مش فاهمين حاجه، انا عماله اتكلم وفي ناس يعني بعزهم كانوا سائلين عليه، فانا عارفه ان هم يسمعوا الفيديو عشان كده بنغشهم. هنحط بقى ايه شويه الزيت اللي كانوا فيه البصل، طبعا ريحه في الزيت ده طبعا يعني ريحه ببلاش، وشوي وربع البصلايه المتحمره او نصها على البصارة بقى، هي بقت بصارة خلاص بقى، هي كده انا بعملها بالملوخية الناشفة، تحفة تحفة تحفة. والله مرة عملتها بالملوخية الايه الخضرة، والله كانت حلوة برضو، بس بحبها قوي بالملوخية الناشفة. عرفنا يا جماعة النهاردة نصيحتنا ايه، الحمد لله على كل شيء. هنجيب بقى صفة اطباق معانا كده، وعايزة اقربها لكم كده بس عشان اوريكم القوام بتاعها. بسم الله ما شاء الله، القوام تحفة بمعنى الكلمة، هو بيبقى سايل كده، بس هوريها لكم ان هي جمدت. بصي من الجو حر، ساقعة، احنا في طوبة، عارفين يعني ايه في شهر 1 يعني ساقعة ساقعة. طيب احنا في شهر 7 وعايزة ان هي تجمد معايا، هتسيبيها لحد ما تبرد وتحطها في التلاجة، هتنشف معاكي خالص خالص وهتجمد معاك. انا طبعا كنت مقرباها علشان تشوفوا القوام، علشان احنا بنغرفها او بنعبيها في الاطباق، وطبعا بتحطي حرف الطبق تحت حرف الحلة علشان ما يعملش معاكي ما يسقطش في الحرف، يبقى شكله شيك ورشيق. وبعد كده هتغرفي كل الاطباق او هتعبي كل الاطباق، وهي دي اكلتنا الجميلة اللي زي العسل. يا رب يا رب يكون اكل عجبتكم، من غير طماطم، من غير افتكاسات، من غير اي حاجة، هتعملي والله العظيم اكلة احلى من اللحمة وتعادل قيمة اللحمة. يعني أكلة الغلابة وأكلة الأيام اللي احنا عايشينها وأكلة آخرة الشهر وأكلة حماتي المفضلة حبيبة قلبي، ربنا يشفيها لي ويبارك لي فيه. بعد 10 دقايق شايفين؟ قولوا شايفين. شامين؟ قولوا شامين. اهو زي ما انتوا شايفين جمدت خالص، وبحرك لكم الطبق اهو. يلا بقى نزوقها من على الوش، ما احنا مش هنسيبها كده. فول وملوخيه يا جدعان، لا احنا لازم نزوقها كده بشويه البصل. طب انت يعني ما بتعمليش بمعلقه ليه؟ علشان افرد كل البصل على الوش، وطبعا ايدي نظيفه فهحط منها كده يعني. كان زمان ماما الله يرحمها كانت بتمسك المصفى وتصفيها، تسيبها تبرد وتصفيها. دلوقتي الهاند بلندر شغال، وقبل كده كنت بحطها في الخلاط وافرمها. لايك وشير وسبسكرايب، اشوفكم في فيديو